السلام عليكم وجمعة مباركة عليكم كاملين. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا الكسكس بالتفاية اللي ضروري منهم كل جمعة. بسم الله. عندي هنايا كمية ديال الدجاج، زيت المائدة، الحمص، بصلة مشلضة، الربيع والتوابل. عندي معلقة صغيرة ديال البزار، معلقة صغيرة ديال خرقوم وديال سكينجبير، الملحة، عويدات ديال القرفة وشوية ديال السمن كيبقى اختياري. بسم الله على بركة الله. كناخدو طنجرات الضغط الكوكوط، كنضيفو شوية ديال الزيت المائدة العادية وزيت الزيتون اللي كتبقى اختيارية، كل واحد على حسب الذوق ديالو. غادي ناخدو الكمية ديال الدجاج باش نقليوه شوية. غادي نضيفو له البصلة مشلضة اللي كنا ذكرنا في المقادير باش يتقلى الدجاج مع البصلة ديالنا والزيت، وجوج عويدات ديال القرفة اللي كنا حتى هما ذكرناهم. نخليو البصله ديالنا حتى تهبط شويه تقلى هي والدجاج، عاد غادي نضيفو لهم التوابل. في هذه المرحله كنضيفو هذيك المعلقه ديال السمن اللي كنا ذكرنا، كتبقى اختياريه على حسب الذوق. وكنضيفو العطريه ديالنا اللي هي عباره عن سكينجبير، خرقوم، بزار او فلفل اسود والملح. غادي نضيفو كذلك هذيك الربطه ديال القزبر ومعدنوس اللي كنا ذكرنا في المقادير، والحمص ضروري. ونخليو هاد المكونات ديالنا كاملين يتشحروا مزيان وتدخل هذيك العطريه في الدجاج ديالنا. نحركوا شويه الدجاج ديالنا مع المكونات كاملين باش تدخل ديك العطريه فيه. وبالنسبه للدجاج نقدروا نطيبوه حتى في البرمه ونفوروا فوقو الكسكس ديالنا. في هذه المرحله اللي كيتشرب مزيان من هذيك العطريه وديك البصله كتطلق الماء ديالها، غادي نضيفوا الماء الكافي اللي غادي يطيب لنا فيه الدجاج. من الاحسن يكون الماء سخون، وما كنكبوش الماء فوق اللحم باش يبقى محافظ على هذيك النكهه نتاع التوابل اللي دخلت فيه. كنجيو في الجنب ديال الطنجره ولا ديال الكوكوط ديالنا وكنضيفوا الماء. غادي نخليوه يطيب على خاطرو ونمروا نحضروا التفايه ديالنا اللي كتجي مواتيه بزاف مع الكسكس بالدجاج. بالنسبه للتفايه عندنا هنايا البصله، خديت 3 ديال البصلات، الزيت، الزبيب، العطريه اللي هي عباره عن ملح، خرقوم، سكينجبير وبزار، شويه ديال السمن وعويدات ديال القرفه. وللتعسال كنخليو سكر سنيده وشويه ديال القرفه بودره. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو نحضروا التفايه ديالنا. ناخذ كوكوط، طنجرة الضغط، كنوضعوا فيها الزيت، البصله، التوابل اللي ذكرنا، واحد العويد ديال القرفه، وكنخليوها تشحر شويه. وغادي نضيفوا لها واحد نصف كاس من المرق اللي طاب فيه الدجاج، كنضيفوه ليها في هذه المرحله. وغادي نقصوا العافيه مهيله ونسدوا على الكوكوط. نديروا واحد 10 دقائق غير نص طيبه، عاد غادي نمروا ان شاء الله للتعسال. بالنسبه للزبيب كنقيوه وكنغسلوه مزيان، نخليوه واحد شويه يرطب في الماء. والسكر سنيده والقرفه كنضيفوهم مع الزبيب في التالي باش كتعسل وتعلك لنا هذيك التفايه ديالنا. نمروا الكسكس ديالنا اللي كناخذوا الحجم المتوسط، كنضيفوا له واحد القبيصه ديال الملحه وشويه ديال الزيت، وكنحاولوا ندخلوا هذيك الزيت في الحبيبات كاملين ديال الطعام. كنفزقوه بالماء وكنحركوا شويه بيدينا وكنخليوه حتى ينشف، عاد كنديروه فوق الكسكاس باش يفور. الدجاج ديالنا بعد ما كيطيب مزيان كنحيدوه، غادي نحمروه شويه في الفران، كندهنوا له واحد شويه ديال الزبده من الفوق ولا شويه ديال الزيت، وغادي ندخلوه للفران باش يتحمر. كتبقى مرحله اختياريه حيت المذاق صراحه كيجي افضل وحتى في المنظر كيجي افضل. كسكس ديالنا فار التفويره الاولى، غادي نعاودو نفزقوه بشويه ديال الماء ونخليوه حتى ينشف ونعاودو نفوروه. هاد الخطوه كنعاودو لها 3 ديال المرات.
الدجاج ديالنا ها هو كيتحمر في الفران، كيجي المنظر ديالو زوين بزاف. ان شاء الله غادي نتلاقاو في طبق التقديم بصحة والراحة، وجمعة مباركة للجميع. كسكس بالدجاج وبالتفاية، ولا كسكس باللحم والخضر، كيجي من اشهى الاطباق والذ الاطباق اللي كتزين الموائد ديالنا نهار الجمعة. بصحة والراحة. ما تنسونيش بالاشتراك والتعليقات المشجعة ديالكم. مع السلامة.